السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى صينيه مكرونه بالبشاميل، جوسي وغرقانه بشاميل وطعم وريحه خطيره جدا. الريحه قتلتنا، خلتنا ما نصبرش عليها، وقطعنا وهي سخنه اول لما طلعت من الفرن وكلنا على طول. يلا بينا نقول بسم الله وندخل على الطريقه والمقادير. الاول عندنا نسلق المكرونه. هنجيب حله ميه سخنه ونديها معلقه زيت ورشه ملح، واول لما الميه تغلي معانا نروح نازلين بكيس مكرونه. وادي المكرونه بعد ما اتسلقت. نجيب طاسة عشان نعصج اللحمة، ننزل فيها بمعلقة سمنة ومعلقة زيت، ونكون فارمين عندنا بصلاية ناعمة، ننزل بالبصلاية، وأول لما البصلاية تلون نديها فصين توم مفرومين ياخدوا معانا اللون الذهبي الفاتح. ونروح نازلين يا باشا بنص كيلو لحمة مفرومة، وأول لما اللحمة تبتدي تلون معانا نديها طماطمتين مبشورين ومعلقة صلصة. وخلي البهارات آخر حاجة. نديها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب، هتخلي طعمها وريحتها في حتة تانية خالص. ونسيبها على نار هادية لحد ما ميتها تتشرب. بعد كده هنجيب حلة عشان ندخل على البشاميل. ننزل بثلاث معالق من الزبدة ومعلقة من الزيت، ونكون مجهزين قدهم من الدقيق. أول لما الزبدة تبتدي تسيح معانا ننزل بأربع معالق من الدقيق. الخليط ده ياخد معانا لون التحميص وريحة الدقيق تروح منه، نكون مجهزين لتر ونص من اللبن الدافي. ممكن ننزل بلتر لبن ونص لتر شوربة حسب اللي موجود. وممكن نطعم البشاميل اكتر بكوباية من كريمة الطهي، وده اختياري مش اساسي. نقلب كده يا باشا لحد ما يبتدي يتقل معانا. بعد كده ننزل بمعلقة ملح ومعلقة فلفل ابيض ومرقة دجاج، ونقلب لحد ما يبقى معانا بالقوام الكريمي اللي انت شايفه ده. بعد كده تجيب المكرونة اللي احنا سلقناها، نديها معلقتين من البشاميل ونقلبهم كويس جدا مع بعض. ونكون مجهزين عندنا البايركس اللي هنسوي فيه المكرونة، ويفضل ان هو يكون عالي. نديله معلقة من البشاميل وندهن الأرضية كويس. ونجيب عندنا المكرونة اللي احنا قلبناها مع البشاميل، ونعمل أول طبقة من المكرونة ونوزعها بالتساوي زي ما انتوا شايفين. بعد كده نجيب عندنا اللحمة اللي احنا عصجناها وننزل بيها طبقة تانية ونوزعها برضو بالتساوي. ونجيب عندنا اخر حاجة بقى المكرونة اللي اتبقت، ونحطها يا باشا اخر طبقة ونوزعها برضو بالتساوي. ننزل بقى بالبشاميل اللي اتبقى معانا ونديله هزتين كده علشان البشاميل كله يتوزع. وعندي الجبنة شيدر، عندي الجبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة ما تقفيش عليه. حطي جبنة بقى على قد ما تقدري ودلعيها. ويلا بينا يا باشا ندخل على الفرن. وادي صينية المكرونة بعد ما طلعت من الفرن. وطبعا احنا ما اديناهاش فرصة وقطعنا وكلنا على طول. بس طعمها كان خطير جدا، وطعم البشاميل وريحته جميل جدا، وميكس الجبن اللي كان على الوش مديها طعم خطير. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وشكرا.